لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، اجتمعت كل الأمم بكل أسلحتها لتضرك كفرد، لأنه الخطاب لفرد الآن. يقول لك شوف خلي بالك، أنت موحد، ربك الله الواحد، ينبغي أن هذا الاجتماع لا يهز لك شعرة، لن يضروك من حيث نسبة الأمر إليهم، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لاحظوا الخاتمة البديعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف بالخبر البلدي حقنا، كلام زلك، كلام انتهى، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتغير ولا يتعدل ولا يتبدل. أقوى من 1 زائد 1 يساوي 2. الله الله. طيب إيش باقي؟ إيش باقي بالحياة؟ الله الخالق، الله الرازق، المضر والمنفعة بيده سبحانه وتعالى. وإذا سلمت بحقيقة الضرر والمنفعة لله سبحانه وتعالى، مجرد تسليمك بأن الضرر كتبه الله يحول الضرر من مضرة إلى مصلحة.